السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الهدى. السلام على من اتبع الهدى من ربه. أنا لن أتحدث عن نفسي، أنا لن أتحدث عن من يتابعون قناة السر الأعظم علم من الكتاب، فالمتابعين بالآلاف، لكن المقتنعين فيهم والذين يصدقون ويتبعون ويتابعون ليسوا كلهم في الحقيقة. لذلك لتتساءلوا لماذا سميت هذه القناة قناة السر الأعظم علم من الكتاب. لن تعرف سرا في كتاب ربك إلا بعلم، ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله سبحانه وتعالى يقص القصص بعلم ولعلم ولغاية العلم، فعندما يقص سبحانه وتعالى أحسن القصص على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف مثلا، فهو ليعلمه علما، ليست هكذا قصة لنتلذذ بما وقع فيها وكأنه فيلم سينمائي أو مسلسل، لا. الله يقص علينا مثلا سورة يوسف 12 ليعلمنا أشياء كثيرة بما فيها مثلا، وسنأتي على ذلك في خضم الحديث عن السر الأعظم علم من الكتاب، سنأتي على 7 السنين العجاف، و7 السنين التي فيها الناس يغاثون، والسنة التي تأتي فيها بعد 7 سنين العجاف. ما الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقوله لنا في 7 الأولى ثم 7 الثانية؟ ولماذا 7 سنين تحديدا؟ كيف أن يوسف كان حفيظا عليما، قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أعلم وحافظ لأشياء. نعم، ذلك من رب العالمين، كان يعلم علما. يوسف عليه السلام كان يعلم علما كبيرا من الله سبحانه وتعالى، كان ينبئه الله ويعلمه الله، نعم، يعلمه من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. فالسر الأعظم علم من الكتاب. نحن في الحقيقة منذ 1 ونصف وأكثر من 1 ونصف لم نصل بعد إلى الأسرار العظمى، الأسرار الكبرى في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لنأتي على آيات بينات كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى تحدثنا وتحدث رجلا آخر الزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتحدث في الحقيقة عن هذا الرجل، سنتحدث عنه بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لن ننسى أيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والصحابة حول هذا الرجل الذي في الحقيقة لماذا سأخصص له حلقات نتحدث فيها عن هذا الرجل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مما يلبسون. هذا قول الله سبحانه وتعالى في رسله وأنبيائه حتى إذا ما اختارهم من الملائكة. نعم، سنتحدث رويدا في حلقات في هذه الأيام خصيصا عن هذا الرجل، من سيتبعه ومن سيكذبه ومن سيحاول أن يغدر به، من سيحاربه ومن سيكون في صفه. نعم، ورأي العلماء وموقف العلماء والشيوخ والعارفين بالله. نحن في الحقيقة لماذا سأدخل هذا الموضوع وهو علمي بالأساس من كتاب الله، وليس عبارة عن أحاديث أو قصص أو
أشياء هكذا لنعلمها وحسب، بل لنعلم منها ومن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن المأثور عن العارفين بالله منذ أزمان وأزمان وحقب وأحقاب كيف نفعل وما المطلوب منا حقيقة في هذه الأيام آخر الزمان التي شارف فيها هذا الرجل على خروجه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللعالمين. لن نتحدث عن مهدي آخر الزمان هكذا بأوصافه وحياته الخاصة وما إلى ذلك. ذلك في الحقيقة لن يفيدنا بشيء، فالكثير والكثير والمئات والعشرات يدعون أنهم مهديون. أنا عن نفسي شخصيا هنالك من يتهمني ويقول هذا الرجل سيدعي أنه إمام مهدي، الرجل الموعود آخر الزمان. وهذا عيب أن توجه هذا الكلام لإنسان يحدثك بعلم من كتاب ربك سبحانه وتعالى، لأن هذا الرجل في الحقيقة هو مخفي عن الناس، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن سيعلمه العارفين بالله آخر الزمان، وهو زماننا هذا. المقصود من هذه الحلقات أحبابي في الله حتى أوضح، ولا تقولوا لماذا تطيل كثيرا في المقدمات وما إلى ذلك، لا، هو شرح وتبسيط وتوضيح، حتى أن الأشهر القادمة والسنوات القادمة والأيام القادمة نذهب جميعا في اتجاه واحد، الاتجاه الذي أمر به الله سبحانه وتعالى ودعا إليه المؤمنون والمؤمنات، نعم، أن يتبعوا ذلك الاتجاه. نعم، ففي الحقيقة هذا الرجل إن خرج من المغرب فهو ابن أمة الإسلام، من الجزائر فهو ابن أمة الإسلام، من تونس كذلك، من مصر كذلك، من ليبيا، من الحجاز، من السعودية، من اليمن، من السودان، من العراق، من الشام، من تركيا مثلا، من أفغانستان والجمهورية الإسلامية، من إيران، من أي دولة خرج، وقد يخرج من ويظهر في دولة أخرى ليست من دول الإسلام. لا يهمنا في ذلك، ما يهمنا هو أن نتبع ما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عندما تقترب أحداث آخر الزمان، وعندما تظهر تلك العلامات الكونية والعلامات على الأرض الاجتماعية والعلامات الدولية، نعم، لنعلم حقيقة بعلم ما الذي نفعله حتى تكون أمتنا في مأمن، وحتى تصل أمتنا إلى المراتب الموعودة بها التي وعدها الله سبحانه وتعالى. هذا مقصودي. لذلك في الحقيقة كتبت على السبورة: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، سورة 7 الآية 36. أحبابي في الله، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن الجزيرة العربية وقريش وحتى العالم كله في ذلك الزمان بين يدي عذاب شديد. لم يكونوا في ذلك الوقت مهددين من الله سبحانه وتعالى بعذاب شديد، بل أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله ونبيه الكريم رحمة ورأفة بالعالمين. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، فكان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رحمة للناس ورحمة لنا نحن أيضا. لكن من هم الأقوام وفي أي زمان يكون ذلك النذير بين يدي عذاب شديد؟ تعلمون كلكم أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب أسبابا بشرية وأسبابا طبيعية في العذاب،
وأسباب أيضا وبطرق ملائكية من الله سبحانه وتعالى في العذاب. والأمم الغابرة كلها والتي عذبها الله سبحانه وتعالى ودمرها كانت بشتى الأنواع، أنواع طبيعية كالصواعق والانفجارات والتدمير، الصيحة، الصعقة، الطوفان، الخسف، القذف، ما إلى ذلك. ثم أن أقواما أخرى جاءت من بعد ذلك فكانت وثنية تعبد من غير الله سبحانه وتعالى أصناما كاليابانيين في وقت من الأوقات، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم سببا في تدميرهم، ذلك بإلقاء القنبلة الذرية. هذا نوع من العذاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى بأسباب بشرية. فبعث الله سبحانه وتعالى من ذي قبل ذو القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فكان سببا بشريا الله سبحانه وتعالى. سليمان عليه السلام أتاه الله ملكا عظيما وقوة وأسبابا مثل ذو القرنين، فسليمان عليه السلام كان يقاوم الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى بقوة. نعم، فالأسباب كلها قد تكون طبيعية، نعم كما ذكرنا، وقد تكون بأسباب بشرية، أناس يسلطهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم، الناس عذابا وعقوبة، مثل بنو إسرائيل في يوم من الأيام في الوعد الأول، بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. كان الله سبحانه وتعالى قد أمر عبادا له كان يقودهم ذو القرنين، نعم ذو القرنين، فشرد وهجر وقسم اليهود وبنو إسرائيل، نعم في شتى أنحاء العالم، فرقهم، نعم الشتات، ما يسمى بالشتات. ثم أن الله سبحانه وتعالى قد ينزل العذاب الشديد بملائكته الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مثل ضيف إبراهيم، الملائكة الذين نزلوا ثم ذهبوا لقوم لوط فدمروهم تدميرا. الله سبحانه وتعالى نعم قد يسلط العذاب بنفسه من ذاته العلية، وهذا مذكور في كتاب ربنا، ذلك أشد العذاب صراحة. اللهم أجرنا من عذابك واغفر لنا وارحمنا واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. هنا لنبدأ الحلقة الأولى في هذا الموضوع تحديدا حتى نصل السر الأعظم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونزيل اللبس على كثير وكثير من الأقاويل والأحاديث وغيرها في هذا المضمار، لأننا حقيقة اقتربنا من تلك الأيام التي هي فيها حقيقة عذاب شديد، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي بين يمين وشمال، في حقبة من الأحقاب، في زمن من الأزمان، نعم هنالك عذاب شديد. فنحن هذه الأيام حقيقة العالم كله مفزوع فازع، خشية أن تكون هناك حرب نووية تأتي على الأخضر واليابس، حرب دمار شامل لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، نعم واقعة ليست كاذبة، خافضة رافعة. نعم الله سبحانه وتعالى عندما يصف هذه الحرب الأخيرة وفي الوقائع العظيمة لا يقول ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فهي أسباب من الله سبحانه وتعالى على يدي أناس عباد مخلوقات بشرية قد يتسببون في ماذا؟ في العذاب الشديد. وأنذرهم. نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة سبأ، ماذا يقول؟
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هو نذير بين يدي عذاب شديد. هنا هذا الرجل هو النذير حامل الأمانة. الله غالب على أمره. الله غالب على أمره. هو مقدر له من الله سبحانه وتعالى بين يدي عذاب شديد. سنأتي على كلمات من المأثور لمحي الدين ابن عربي، الشيخ محي الدين ابن عربي. هذا الرجل حقيقة العديد والعديد والكثير والكثير بين سنة وشيعة وجماعة وأشعرية وما إلى ذلك يختلفون في أمره، حتى أنهم في يوم من الأيام اتهموه بالزندقة والكفر وما إلى ذلك. لعله في يوم من الأيام كان إماما يصعد على المنبر. ففي الحقيقة هذه قصة معلومة ومعروفة، نعم، من 100 سنين. كان يخطب في جامع في مسجد في دمشق في الشام تحديدا. طلع يوما على المنبر وكان ينظر للناس التي تأتي إلى خطبة الجمعة. في أكثرهم أناس يحبون المال حبا جما ويأكلون التراث أكلا لما. كثرت فيهم النزعة للمادة وحب الشهوات والقناطير المقنطرة، نعم، والخيل والأنعام، وأصبحت عبادتهم لله هكذا بدون قيمة، لا قيمة لها. فلعله نظر إليهم وقال لهم: إن في جمعكم هذا الكثير والكثير ربهم الذي يعبدونه تحت هذا المنبر. فبعدها اشتكوا به إلى السلطان وقالوا: هو يدعي ويقول أن ربنا الذي نعبده تحت أقدامه وتحت المنبر، فكيف ذلك؟ فقتلوه. نعم، قتلوه. تمشي الأيام، تذهب الأيام وتأتي الأيام. حينما جاء سلطان رأى رؤيا في منامه، حتى أنه ذهب وكشف ذلك السر. تلك الرؤيا أخبر ذلك السلطان أن يحفر تحت ذلك المنبر الذي يصعد عليه محي الدين ابن عربي. فعندما ذهب ذلك السلطان إلى ذلك المنبر وأمرهم أن يحفروا تحت ذلك المنبر، وجد كنزا عظيما، كنزا من الذهب والفضة والمعادن النفيسة. فنظر في الناس وقال: قتلتموه ظلما. فهو كان يحدثكم عن أنكم كنتم تعبدون المال، وكان يعلم أن تحت ذلك المنبر كنز، ولكن محي الدين ابن عربي لم يطمع في ذلك الكنز، لأنه يعلم أنه سيأتي ميقات استخراجه لغيره. هذا الرجل حقيقة نتذكر شيئا من أقواله، وهي عبارة عن رباعيات أشعار يصف فيها حال الأمة في وقت وجوده وحياته، ويصف فيها أيضا ما علمه من كتاب ربه كيف ستعيش أمتنا في آخر الزمان. فكان يتحدث أيضا فيما تحدث فيه، نعم، عن حامل الأمانة آخر الزمان. يقول الشيخ محي الدين ابن عربي: وبداية الأمر وهو بداية أمر خروج هذا الرجل الصالح. لن نقول فيه نبيا أو رسولا، ولن نقول فيه شيء آخر، سنقول هذا العبد الصالح، إلى أن نأتي إلى حقيقة أمره ونتبين ونكون على علم من كتاب ربنا
ومن سنة نبينا ومن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وأحاديث العارفين بالله من قبلنا. يقول عن نهاية الزمان وخروج هذا الرجل الصالح: وبداية الأمر انعقاد العقيد وإياب الفقيد وظهور السر الحميد في ظلام التيه عندما تكون الأمة تائهة، ومحو التنويه وخراب وعاتمة وضباب، لا حل ينجي فيتهاوى عماد الوهم. كيف يتهاوى عماد الوهم؟ عند ظهور السر الحميد. وقت انطلاق السهم، عندما ينطلق السهم ها هنا فسره العديد أنه يقصد ماذا؟ سهم النجم الطارق. رعاع ورعاع وشدة ومجاع، أي أن هناك بداية وبوادر مجاعة، أيام الجوع، وهي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى آخر الزمان للناس أجمعين، وليست لأمة محمد صلى الله عليه فحسب، بل أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تكون في منأى وقد تكون في حماية الله سبحانه وتعالى من هذه المجاعة. لهذا يقول ابن عربي: وشدة ومجاع لا عقل يومئذ. لن تكون للناس عقول وفهم وتدبر. أكثر الناس لن يكون لها عقول، لن تكون عاقلة، لا تعقل شيئا إلا ندرة، إلا القليل من الناس يكونون عاقلين، لقوله سبحانه وتعالى في عديد الآيات: أفلا يعقلون. صدور السدرة أوتاد ليس مثلهم أوتاد، سين وعين العماد. من هم هؤلاء الأوتاد؟ سين وعين العماد. من هو السين؟ أليست في كتاب الله سبحانه وتعالى سورة اسمها ياسين؟ نعم. وعين العماد، من هو عين العماد؟ وجوهري ومراد، من هو الجوهري ومن هو المراد؟ وسداس الأوراد وروح الجماد. ينصبون سيد الأمجاد قاهر الأوغاد. هم من سينصبون سيد الأمجاد قاهر الأوغاد، هذا الرجل الذي سيكون مبعوثا من الله سبحانه وتعالى. لن نقول نبيا أو رسولا، سنبدأ بالقول فيه أنه رجل صالح، عبد من عباد الله، مثلي ومثلكم، عبد من عباد الله. هذا الرجل سيؤتيه الله سبحانه وتعالى الأسباب. هو من سيحمل الأمانة، لقوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأحزاب في الآيات الأخيرة، يقول سبحانه وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. حمل الأمانة. بداية هذه الحلقة نتحدث عن العلامات التي هي في الحقيقة وبعلم الكتاب بدأت وهي تزداد علامة بعد علامة، لأننا حقيقة أمام أيام قادمة لا ملجأ لنا إلا لله سبحانه وتعالى، ولا منجي لنا إلا الله سبحانه وكتابه العظيم. هنا من يريد أن يتحدث ويقول نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وعن فلان وقال فلان وقال فلان، أقول لهم صراحة بكل صدق ما أنا إلا بشر مثلكم لا يوحى إلي، ولكني علمت أشياء في كتاب ربي فعلمتها للناس. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، لعنة الله على الشياطين. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن نجتهد في كتاب الله. نعم، لأن الأمر اقترب أحبابي في الله، الأمر اقترب، ذلك بعلم يقين، حق يقين، عين اليقين من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فأولئك الذين يحاربون ويريدون أن يفسدوا ويحاولوا أن يفسدوا أقدار الله سبحانه وتعالى، ماذا أقول لهم؟ إنكم تحملون أنفسكم وتذهبون بأنفسكم إلى التيهان، إلى التيه، إلى العذاب، إذا ما تمسكنا بكتاب الله وعلمنا سره العظيم وأسراره العظمى في كتاب ربنا، وأننا حقيقة في آخر الزمان. نعم، وبين يدي العذاب الشديد، الحرب. وهذه الآية هي في الحقيقة بداية ربع الجزء 22 في الحزب 44. ولذلك إذا ما عدتم لكتاب الله وتدبرتم فيه يا من تحاربون قناة السر الأعظم علم الكتاب، لن تجدوا من ينجيكم إلا الله سبحانه وتعالى. إذا ما واصلتم ما تقولونه بعبثكم وضحككم واستهزائكم على من يتلو كتاب الله، نعم، فارتقبوا إنا مرتقبون، وانتظروا إنا منتظرون. فقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يا من تقول بايعوه، أنا لا أطلب بيعه ولست إماما، أنا إنسان آتاني الله سبحانه وتعالى من فضله أن تعلمت من كتابه ما علمني. نعم، لست مهديكم ولست ممن تدعون عليه. نعم، هل فهمتم؟ ولأختم بقول الشيخ محي الدين بن عربي الإمام، كان إماما، نعم، لم يكن كافرا بربه سبحانه وتعالى كما ادعوا عليه، لكن هذه الأيام حقيقة حينما يخرج إنسان عبد من عباد الله يعلم الناس أشياء في كتاب ربهم كانت غائبة عنهم، لم يعلمها من قبله ومن قبلهم الناس، ماذا يفعلون؟ يتهمونه كما اتهموا الشيخ الإمام محي الدين بن عربي. نعم، ماذا يقول؟ لنختم بهذه الكلمات التي سنبدأ منها حلقاتنا القادمة إن شاء الله، لنعلم علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، ما هو قادم وكيف نستعد كأمة متحدة، أمة متحدة.
الأمة الإسلامية المتحدة. نعم، يقول: وبداية الأمر انعقاد العقيد وإياب الفقيد وظهور السر الحميد، في ظلام التيه ومحو التنويه وخراب وعتمة وضباب لا حل ينجي، فيتهاوى عماد الوهم وقت انطلاق السهم رعاعا ورعاع وشدة ومجاع. لا عقل يومئذ إلا ندرة صدور السدرة، أوتاد ليس مثلهم أوتاد، سين وعين العماد، وجوهري ومراد، وسداسي الأوراد، وروح الجماد، ينصبون سيد الأمجاد قاهر الأوغاد، بإذن الله سبحانه وتعالى، بقوة الله. سيد الأمجاد قاهر الأوغاد، المهدي المنتظر، إمام الأمة. نحن نرتقب على أحر من الجمر أن يخرج علينا هذا المبشر وهذا الموعود، هذا النذير، بين يدي عذاب شديد، حرب قادمة ومجاعات وما إلى ذلك. إلى هنا أقف وأقول لكم ملتقانا الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.